في وقت من الأوقات كان في راجل شايف نفسه أحسن من أي حد، معاه فلوس وشغله كبير وساكن في برج كبير، وكان دايما بيتعامل مع الناس بيتكبر، وخصوصا بواب العمارة. وابنه في يوم شاف ابنه واقف وبيتكلم مع ابن البواب، اتضايق جدا وقال له: إزاي تقف معاه؟ انت ابن ناس وهو ابن بواب. ومن اليوم ده منعه يكلمه. وعدت الأيام، وفي يوم الابن كان ماشي في الشارع وهو راكب سكوتر، وفجأة وقع وقعة قوية واتنقل المستشفى. والأب كان واقف قلقان جدا. الدكتور قال له: ابنك محتاج نقل دم بسرعة، وفصيلة الدم نادرة والوقت بيعدي. وفجأة دخل شاب صغير وقال بهدوء: أنا نفس فصيلة الدم. الأب بصله كويس واتفاجأ، ده ابن البواب اللي كان رافضه واقف دلوقتي بينقذ ابنه. أنبوبة الدم من إيد الشاب لإيد الابن، نفس الدم، مفيش فرق. في اللحظة دي الأب سكت وحس إنه كان غلط، وفهم إن الإنسان مش بالفلوس ولا بالشغل، لكن بالأخلاق وبطريقة معاملته للناس. بص للشاب وقال له: شكراً. وبص لابنه وقال له: خلي بالك، أي إنسان قدامك ليه قيمة وما ينفعش تقلل منه. كان معكم أكسجين، والسلام عليكم. في وقت من الأوقات كان في راجل شايف نفسه أحسن من أي حد، معاه فلوس وشغله كبير وساكن في برج كبير، وكان دايما بيتعامل مع الناس بيتكبر، وخصوصا بواب العمارة. وابنه في يوم شاف ابنه واقف وبيتكلم مع ابن البواب، اتضايق جدا وقال له: إزاي تقف معاه؟ انت ابن ناس وهو ابن بواب. ومن اليوم ده منعه يكلمه. وعدت الأيام، وفي يوم الابن كان ماشي في الشارع وهو راكب سكوتر، وفجأة وقع وقعة قوية واتنقل المستشفى. والأب كان واقف قلقان جدا. الدكتور قال له: ابنك محتاج نقل دم بسرعة، وفصيلة الدم نادرة والوقت بيعدي. وفجأة دخل شاب صغير وقال بهدوء: أنا نفس فصيلة الدم. الأب بصله كويس واتفاجأ، ده ابن البواب اللي كان رافضه واقف دلوقتي بينقذ ابنه. أنبوبة الدم من إيد الشاب لإيد الابن، نفس الدم، مفيش فرق. في اللحظة دي الأب سكت وحس إنه كان غلط، وفهم إن الإنسان مش بالفلوس ولا بالشغل، لكن بالأخلاق وبطريقة